الفرق بين الاحتياج الوهمي والاحتياج الحقيقي؟ الحقيقة ان احنا مش عارفين نلبي احتياجاتنا العاطفية علشان خاطر احنا عايشين في وهم، وبندور على احتياجاتنا العاطفية الحقيقية عن طريق احتياجات وهمية. بمعنى هدي مثل بسيط قوي، في بنات كتير قوي بتقولي انا متعذبة طول النهار علشان خاطر هو ما كلمنيش 5 مرات في اليوم. لما بيكلمنيش 5 مرات في اليوم بحس ان هو مش مقدرني، مش بيحبني. السؤال اللي بيطرح نفسه هو الاحتياج ان انا اتحب هايف قوي كده يتوقف على انه كلمني 4 مرات ولا ما كلمنيش 4 مرات؟ فان انا حاسة ان الطريقة دي اللي انا بدور بيها على الحب هي الطريقة اللي تثبت لي ان هو بيحبني، هو ده اللي انا مسمياه الاحتياج الوهمي. واحدة بنت بتحاول تاخد حريتها عن طريق ان هي تبتدي تدخن فيب. الفيب دلوقتي بقى للعيال الصغيرين اللي عندهم 14-15 سنة، بقت اخر موضة، فهم مش داريانين. لكن في عندنا الاحتياج بتاع الصحة ده مش داريانين هم بيه، ولكن احتياجهم للحرية، للتمرد. بيتمردوا ليه؟ عشان البيت محرم ومحرم، ما تتكلميش، ما تقوليش، ما تعمليش، ما لا لا لا. ففي الاخر في احتياج لان انا اتمرد على ذلك، في احتياج ان انا اقول لا انا ليا كلمه، انا ليا صوت، انا عايزه حريه. هقوم اعمل ايه؟ اروح اشتري فيب. ليه؟ لان كل اصحابي بيعملوا كده ودي الموضه، وبعد شويه الاقي نفسي صدري وجعني. البنت التانية اللي بتقول لي انا لازم يكلمني 4-5 مرات في اليوم، يسال عليا، يطمن عليا قبل ما انام. ايه يعني ايه يطمن عليكي قبل ما تنامي؟ انت هتروحي فين يعني؟ موتي؟ لو مش كده يبقى ما بيحبنيش. لما انا اقول هو مش مهتم بيا، ده بيشاور على ايه يعني؟ قصدك بيشاور على انه انا باخد الحب وبحس ان انا محبوبة عن طريق انه هو الشخص اللي برايا يعمل حاجة، فانا مستنية الحاجة دي تحصل عشان انا احس ان انا محبوبة. فانا لازم حاجة تيجي من بره تقولي، تطمني ان انا محبوبة، ولازم يعمل كده 4-5 مرات في اليوم. لانه لو ما عملش كده انا بخش مثلا في anxiety attack. في بنات بيحصل لها كده، ما بقولش كل الناس بيحصل لها كده، بس انا اخد المثل ده لانه عام قوي في الثقافة بتاعتنا بالنسبة للستات. بالنسبة للرجالة اكتر حاجة بسمعها مثلا ان انا مش متقدر في الشغل كفاية حتى لو انا ناجح وحاسة ان انا بعمله كويس. وفي رجالة من كتر ما هم عمالين يعملوا مشاريع وينجحوا فيها مش قادرين برضو يحسوا ان هم فعلا ناجحين. ففي احتياج غير ملبى بنحاول نلبيه عن طريق حاجة بنعملها في العالم اللي احنا عايشين فيه، عن طريقها بنحاول ناخد التلبية لهذا الاحتياج. ده اللي انا مسمياه العالم الوهمي اللي احنا عايشين فيه، اللي بنحاول نلبي فيه الاحتياجات الحقيقية عن طريق احتياجات وهمية. لو عملت مشاريع كفاية، لو نجحت كفاية، لو جبت فلوس قد كده، لو ركبت العربية الفلانية، هثبت نفسي، الناس اللي حواليا هيقدروني، هيعملوني. دي كلها احتياجات وهمية. طب ايه بقى الاحتياجات الحقيقية؟ الاحتياجات الحقيقية ان انا بدور على ايه بالظبط، وبدور اثبت ايه عن طريق النجاح في هذا العالم المادي. انا ما بقولش ان احنا ما نجيبش العربية الحلوة ولو معانا فلوس ونتمهنا بيها وننبسط بيها، ولكن ما نعلقش عليها قيمتنا. في فرق ان انا يبقى عندي طموح، وفي فرق ان لو انا ما حققتش طموح ده انا ماليش قيمة، لان قيمتك الحقيقية مش هتديها لك العربية.